الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سلام عسلامة يا جماعة، وينكم؟ مش نحوالكم؟ مش عاملين؟ ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد ومحتوى مختلف. اليوم ان شاء الله مش نصور معكم رسالة. اليوم حبيت نعمل بكم دورة في جامع ديانات التركي. الجامع هذا موجود في مدينة واشنطن على الحد مع مدينة ماريلاند في الولايات المتحدة الأمريكية. جامع من أكبر الجوامع في أمريكا، بالرسمي حاجة تفرح، خاطر تحسوا اللي الجامع هذايا معناتها يذكرنا بجوامع متاعنا في بلدان العربية، خاصة نحن في تونس يذكرنا بجامع الزيتونة، يذكرنا بجامع عقبة بن نافع. يعني جامع عنده هيبته، عنده هكا القيمة متاعه، قيمته كبيرة برشا، والزينة متاعه كما تشوفوا هكا تحسوا رواحكم في بلاد عربية، ما تحسوش رواحكم معناتها في أمريكا وإلا في بلد أجنبي، لأنه بالرسمي بنوه على الطريقة هكا العثمانية القديمة. وفي نفس الوقت وقت اللي تدخلوا فيه تحسوا ارواحكم اللي انتم كانكم بالحق في بلد عربي، تحسوا بالانتماء، تحسوا اللي الجامع هذايا متاعنا. علاش انا نحكي هكا؟ على خاطر الناس اللي تعيش لنا في امريكا وممكن زاد حتى في اوروبا يعرفوا انه الستيل متاع الجامع مبسط على الاخر، اللي يخلينا معناتها ما نحسوش برشا اللي هذاك هو الجامع متاعنا. لكن الجامع هذا مبني بالطريقه اللي تحسوا اللي الجامع عنده قيمته، عنده وهرته، وبالرسمي حاجه تفرح على الاخر. موجود في العاصمه واشنطن كما قلت لكم. حبيت نعمل بكم دوره. بالنسبه للجامع هذا هو مركز اسلامي بناته تركيا عام 2000. هي بدت المشروع 2011، لكن المجمع حضر عام 2016، وفي 2 أفريل 2016 الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام بالافتتاح متاعه.
ويتميز الجامع هذا بكونه وجهة المسلمين خلال شهر رمضان. برسمي يتوافدوا على المركز مئات المصلين، مش باش يصلوا كهو، زاد يحضروا دروس دينية يقدمها العديد من الشيوخ اللي يجوا في الشهر الفضيل. وزاد فما الكثير من الأنشطة اللي معناتها معدة للنساء وللأطفال. برسمي حاجة تفرح إنه عندنا مركز إسلامي كيما هكا، في معناتها نحاولوا إن نهزوا صغارنا في شهر رمضان ولا في العيد في المناسبات الكبار باش يحسوا بالحق بالانتماء، يحسوا اللي هم عندهم دينهم، اللي اوكي نحن مختلفين لكن الاختلاف هذاك ما يغيرش من ان نحن مسلمين وعدنا ديننا وعدنا عاداتنا وعدنا تقاليدنا. وكما قلت لكم اللي الجامع هذايا من اكبر الجوامع اللي موجوده في امريكا الشماليه، كما انه الوحيد في الولايات المتحده الامريكيه اللي فيه مأذنتين، يعني فيه زوز مآذن. وما شاء الله المساحة متاعو مساحة كبيرة برشا، على خاطر الجامع هذايا يرفع 3000 مصلي. ما شاء الله 3000 مصلي في الجامع ينجموا معناتها يصلوا فيه. تخيلوا انتم الحجم متاع الكبر متاعو بالرسمي، حاجة ما شاء الله. انا واحدة من الناس مازلت كيف سمعت به الجامع، واول ما سمعت ولقيت الفرصة حبيت نهز صغاري ونمشي نزور ونوريهم معناتها الجوامع متاعنا. وهكا نحاول اني بطريقة او باخرى نحاول اني نوريهم اللي هم راهو كمسلمين لازم انهم يفتخروا، اللي هم عندهم ثقافة وعندهم حضارة وعندهم برشا حاجات اللي كما قلت لكم ممكن ياسر انهم محرومين باش يشوفوها لهنا، خاطرهم معناتها بلادنا اللي بلادنا يعيشوا فيها ما هيش بلاد مسلمة، دونك محرومين انهم يشوفوا الحاجات اللي نحن تربينا عليها وشفناها. كما قلت لكم حبيت اني زاده كيف نصور الفيديو هذايا باش الناس اللي زاده كيفي كانت ما تعرفش بالجامع هذايا تعرفوا، واذا كانت معناتها تتاح لهم الفرصه علاش لا يمشوا يزوروه. دوره في الجيفت شاب كما قلت لكم معناتها الجامع هو موجود في مركز اسلامي فيه جيست روم. الجيست روم هذه تنجموا تاخذوا بيت معناتها تكروا بيت وتباتوا قد ما انتم تحبوا. فيه مطعم، فيه مقهى، فيه زاد كيف معناتها كيما وريتكم بكري ستور متاع معناتها يبيع حاجات تركيه، محل تركي. ولهنا فيه الجيفت شاب هذايا في السوسول موجود جيفت شاب تشروا منه هدايا اذا كان تحبوا. وفيه متكون بنين بحذاه يعني بجنبه 11 ندار. ال 11 ندار هذوما يكروهم، ومن معناتها الكرام تاعهم يصرفوا على الجامع باش بهكاك معناتها ما يستحقوش انهم يلمدوا اعانات والكل. دونك المركز الاسلامي هذا هو القائم بذاته، هو اللي قائم بالجامع وبالمصاريف متاع الجامع. وزاد كيف حسب ما قريت في جوجل اللي معناتها الدولة التركية ما زالت قاعدة تعاون اذا كان ينقصوا حاجة ولا مصاريف ولا كل، لكن قاعدين معناتها عاملين الاكتفاء الذاتي متاعهم من المشروع في حد ذاته. بالرسمي ننصحكم انكم تزوروه ان شاء الله. كان مشيت في رمضان تو نزيد نصور لكم الاجواء اكثر. تصبحوا على خير والى اللقاء.